Have you ever wondered what happens behind the scenes? From active excavations sites to the grand galleries, we uncover the details that build a civilization. Join me on a journey to bring history back to life. سنة وكل أثريين مصر بخير. مصر العريقة والعظيمة بكنوزها وحضارتها اللي بتزين كل متاحفها، وأشهرهم المتحف المصري الكبير. حاجتين حابة أوضحهم النهاردة: إن تسجيل وتوثيق التاريخ بدأ من آلاف السنين، من أجدادنا المصريين القدماء اللي كتبوا وسجلوا حياتهم اليومية على جدران المقابر والمعابد، وكتبوا بإيديهم على البرديات وحتى شقفات الحجر الصغيرة. وفي قاعات المتحف هنلاقي تماثيل من عصور مختلفة للكاتب المصري القديم واللي ظهرت لنا من عصر الدولة القديمة واستمرت في الدولة الوسطى. وداخل قاعة 7 من عصر الدولة الحديثة تماثيل للكتبة المصريين اللي بتوضح لنا أهمية مهنة الكتابة والتسجيل. والتمثال اللي قدامنا ده هو تمثال الكاتب بار عمسو اللي تعتبر مثال صريح لأهمية مهنة الكاتب اللي كانت ممكن توصل صاحبها لمناصب عليا في الدولة، لأنه مسك بعدها نائب على الجيش في فترة الملك حور محب لحد ما قدر إنه يوصل كمان للحكم، وأصبح الملك رمسيس الأول مؤسس الأسرة ال19 وأبو الملك رمسيس الثاني. وتسجيل والتوثيق ما كانش مقتصر بس على الملوك أو الكتبة أو كبار رجال الدولة، لكن كمان الأشخاص العاديين كان ممكن يكتبوا كل اللي هم عايزينه وبالطريقة اللي تعجبهم. اللي قدامنا دي كسرات من الحجر سجل عليها عمال دير المدينة يومياتهم، ولقينا فيها كتابات طريفة جدا زي إن موظف بيعتذر لمشرفه إنه مش هيجي النهاردة عشان لدغته عقرب. واستمرت كمان عمليات التسجيل والتوثيق في العصر اليوناني والروماني، واستخدم فيها الخط الديموطيقي اللي كان شائع جدا في العصر البطلمي واللغة اليونانية في العصر الروماني. ومن أشهرهم برديات أكسرينخوس اللي اتوجدت في البهنسة وأرشيف الفيوم، اللي عرفونا كتير عن التعاملات اليومية اللي كانت بتتم ما بين أفراد المجتمع، زي السجلات التجارية، الأراضي، العقارات، عقود الزواج والطلاق، وحتى الأدب زي ملحمة الإلياذة والأوديسا. واحنا النهارده كأثريين دورنا اننا نحافظ على تاريخنا وحضارتنا ونعرضه بشكل متسلسل يليق بيه. وعشان كده ورا كل فاترينة عرض داخل قاعات المتحف المصري الكبير فريق من الأثريين والمرممين اللي قدروا ان هم يظهروا حضارتهم بشكل العالم كله مبهور بيه. كل سنة وكل أثري على أرض مصر بخير.